أهلا بيكم حلقة جديدة من بودكاست أسرار فريلانسنج مع ماندو. النهاردة الحقيقة حابب أديكم تجميعة كده لبعض الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الفريلانسرز الجداد وهم لسه بيبتدوا وتبقى خبرتهم قليلة ومش عارفين الدنيا ماشية ازاي على مواقع الفريلانسنج. في غلطات بيبقى سببها الفريلانسر، واحيانا بتقابل ناس بتستغل ان انت جديد وبتحاول ان هي تنصب عليك او تستفيد من قلة خبرتك على مواقع الفريلانسنج. عشان كده حابب اجمع لكم شوية حاجات ممكن نعتبرها كده ريد فلاجز. اول ما تلاقي حد بيقولك حاجة من الحاجات دي تبعد عنه على طول وما تتعاملش معاه ابدا. طبعا في الاول حابب اكد ان اغلبية العملاء على مواقع الفريلانسنج بيبقوا كويسين. اغلبيه العملاء بيبقى معمول لهم فيتنج، يعني موقع الفريلانسنج بيتاكد ان هم ناس حقيقيين وان هم مش ناس وهميه او بينصبوا. ومنين ما في اكاونت بتاع عميل حد بيعمل ريبورتنج ليه او بيبان ان هو بيعمل حاجات خارج اطار الموقع بيتوقف على طول. لكن ده ما يمنعش انه مع العدد الكبير احيانا في حاجات بتفوت منهم وممكن جدا تتعرض لحاجه من المواقف دي. اول واشهر حاجه انك تيجي تشتغل مع حد فبيقول لك ادفع لي فلوس عشان اشغلك معايا. طبعا مفيش حاجه في الفريلانسنج اسمها ادفع فلوس عشان تشتغل. انت كفريلانسر انت بتاخد فلوس مقابل الشغل اللي انت بتعمله. فاول ما حد يقول لك ادفع لي فلوس او لازم اخد فلوس علشان ابعت لك فلوسك او ادفع لي فلوس عشان اسجلك عندنا، اي حاجه من الحاجات دي اعرف على طول ان ده نصاب وابعد عنه تماما. ولو قدرت تعمل له ريبورتنج كمان بحيث ان هو يتوقف حسابه يبقى احسن بكتير. نمرة واحد، مفيش حاجة اسمها ادفع فلوس علشان تشتغل. تاني غلطة ودي احيانا بنقع فيها بحسن نية او بان احنا مش عارفين، ان حد يقولك ابعت لي ايميلك عشان اتواصل معاك من خلال موقع من مواقع الفريلانسنج، وانت بكل بساطة تروح باعت له ايميلك. طبعا فكرة تبادل الايميلات او وسائل الاتصال سواء تليفون او اي وسيلة تاني مع عميل على مواقع الفريلانسنج دي ممنوعة تماما، بالذات وانت لسه في مرحلة انك بتقدم على المشروع. يعني طول ما العميل لسه مرسيش هو هيشتغل مع مين او لسه ما عملكش هاير فعليا على موقع الفريلانسنج، ممنوع تماما ان انت تتبادل معاه اي صورة من صور وسائل الاتصال المباشرة، لان على طول الموقع بيفلاج الحاجات دي وبيعتبر ان انت بتحاول انك تتخطى الموقع او بتحاول ان انت تخالف شروط الموقع، وممكن بكل بساطة يوقفوا حسابك خالص ويتحذف حسابك من على الموقع. فما تقبلش ابدا ان حد يقولك ابعت لي ايميلك او ابعت لي تليفونك وانت لسه في مرحلة التعرف على العميل او ان انتوا لسه بتتكلموا في المشروع. كمان هتلاقي بعض الناس يقولك طيب اعمل لي الشغل على الموقع بس انا هدفع لك بره. فكرة هدفع لك بره دي انت كده يبقى تخليت عن حقك وتخليت عن الضمان اللي بيديهولك موقع الفريلانسنج. موقع الفريلانسنج بيضمن العلاقة بين العميل وبين الفريلانسر، وبالتالي زي ما بيضمن للعميل حقه ان انت تسلمه الشغل بيضمن لك حقك انك تاخد فلوسك. لو انت قبلت انك تدفع فلوس بره او ان التعامل مع العميل يخرج بره الموقع، كده انت ما عندكش اي ضمان او ما عندكش اي حماية ليك، وسهل جدا ان العميل ياخد الشغل ويختفي وما يبعتلكش الفلوس. فدايما اي تعامل مادي مع العميل يبقى من خلال موقع الفريلانسنج. طبيعي الموقع لما بيديك فلوسك بياخد العمولة بتاعته، لكن 10% دي حاجة مقبولة جدا في مقابل الأمان والضمان اللي انت بتتمتع بيه لما تشتغل من خلال الموقع. في حاجة تانية يعني أنا شايف إنها منطقية بس برضو حابب إن أنا أذكرها. لما العميل يطلب منك حاجة شغل يبقى في ولو شبهة مخالفة للقانون. يعني على سبيل المثال لو أنت بتشتغل جرافيك ديزاين فحد بيقولك أنا عندي دوكيومنت عايزك تحط لي الإمضة بتاعتي عليه أو عايزك تغير لي الإمضة اللي في الدوكيومنت، أو حد بيقولك مثلا أنا محتاج أعمل أدخل أو أعمل هاكينج على الإيميل ده أو الحساب ده أو الشركة دي. طبعا دي اساسا حاجات ممنوعة على موقع الفريلانسنج، بس لو يعني صادف ان انت لقيت حاجة زي كده او حد طلب منك حاجة زي كده، طبعا اوعى تعملها، لان ده اولا بتخالف شروط الموقع، وثانيا بيعرضك للمساءلة القانونية وممكن تدخل في مشاكل كبيرة جدا. حتى لو عندك التكنيكال سكيلز بتاعت حاجة زي كده اوعى انك تعملها او تتورط فيها باي شكل من الاشكال.
كمان في حاجة انا بشوفها بتبقى مغرية جدا للي بيبتدي جديد، ان عميل بيجيب لك شغل بس بيحط ميزانية مش منطقية اطلاقا للشغل. يعني لما حد مثلا بيقول لك انا عندي ملف 20 صفحة عايز اترجمه والميزانية $2000. طبعا اي حد بيشتغل في الترجمة بيبقى عارف ان الترجمة بتتحسب بالكلمة، بتتحسب بالدوكيومنت وات ايفر، بس لازم الحاجة تبقى منطقية، لازم يبقى الميزانية اللي محطوطة ماشية مع الشغل. يعني محدش ابدا هيطلب منك شغل قليل ويديك فلوس كتيرة الا لو كان بيحاول يضحك عليك او ينصب عليك. فمهم قوي انك تبقى وانت داخل المجال بتاعك تبقى عامل الهوم ورك بتاعك، تعرف الناس بتاخد ايه فلوس في الحاجة دي، اللي بيترجم بقد ايه، اللي بيشتغل ويب ديزاين الساعة بكام او البروجكت بكام، بحيث ان لو اتعرض عليك حاجة مش منطقية قوي تبقى انت عندك يعني تقدر انك تشك وتبتدي تاخد بالك وتبتدي تتأكد اكتر قبل ما تعمل اي حاجة او تتورط مع العميل. كمان في حاجة تانية، ان مواقع الفريلانسنج لما حد بيعمل اكاونت عميل لازم بيعملوا له فيريفاي. اولا بيفيريفاي الايميل بتاعه، بيفيريفاي التليفون بتاعه، احيانا بيفيريفاي الاي دي بتاعته، بيطلبوا منه ان هو يبعت يعني صورة من باسبور، صورة من ناشونال اي دي او بطاقة، بحيث يتأكدوا من شخصيته وبياناته. لو لقيت عميل not verified وبيحاول يتواصل معاك خليك حذر. مش هقول انه لازم هيبقى نصاب، ممكن يبقى لسه عميل جديد وما مرش بالخطوات دي، بس خلي في بالك انه دايما تفضل تشتغل مع عميل يبقى فيريفايد. ويستحسن لو العميل هتشتغل معاه وانت جديد يبقى ليه ريفيوز قبل كده، وتبقى متأكد ان في ناس اشتغلت معاه، مش ان هو اكاونت جديد وانت لسه ما تعرفش عنه حاجة، ممكن يبقى كويس وممكن يبقى لا. دايما حاول تشتغل مع ناس عندها سابقة شغل، بحيث تبقى انت مطمن ومش شايل هم نقطة يا ترى العميل هيبقى كويس ولا ممكن ان هو ينصب عليا او اي حاجة تاني. كمان في غلطة بيقع فيها ناس كتير، انه بتتواصل مع العميل وبيقول لك الشغل وبتتفاهموا وبتتفقوا على كل حاجة، وبعدين قبل ما يختارك على الموقع بشكل رسمي المفروض انت بيجيلك جواب او بيجيلك ايميل من فريلانسر او ابورك او وات ايفر الموقع اللي شغال عليه، بيقول لك انه يو هاف بين تشوزن، العميل اختارك ورسي عليك البروجكت، يلا ابتدي اشتغل. قبل ما يجيلك الايميل زي كده ما تعملش اي شغل للعميل، لانه في ناس احيانا بيبعت يقولك ايه انا خلاص اخترتك، بس الكلام ده بيجيلك في رسالة بينك وبينه، يلا ابتدي اشتغل ابعت لي الشغل وبعد كده هبعت لك الفلوس. طول ما انت مش ماشي السيكونس السليم بتاع الموقع اللي اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده، اللي هو ايه اللي بيحصل وخطوات الشغل بتبقى ازاي، يبقى انت كده لسه مش ضامن حقك، او مش ما تبقاش متأكد ان انت في الاخر ممكن تاخد فلوسك. لازم قبل ما تبتدي الشغل يكون جالك ايميل ان انت العميل اختارك تماما وبيقول لك ابتدي الشغل من الموقع. وكمان لو دخلت على الاكونت بتاعك على موقع الفريلانسنج هتلاقي واضح قدامك ان في بروجكت بقي مفتوح بينك وبين العميل، وتقدر انك تكوميونيكيت مع العميل. قبل ما الخطوة دي تحصل ما تعملش اي شغل في المشروع ده. كمان ممكن تقلق شوية لما لو اقترحت على العميل ان انت تقسم الشغل بتاعك لمايلستونز زي ما قلنا قبل كده، وهو يرفض يقولك لا انا هدفع بس في الاخر. رغم ان ده مش شرط يبقى عميل نصاب، او يعني مش لازم يبقى عميل وحش، لكن شوية دي حاجة تقلق. المفضل دايما ان يبقى في جزء من الفلوس العميل بيحطها في اول مايلستون تحت حساب المشروع وانت بتبتدي. مش مهم هي قد ايه، بس المهم يبقى فيه جزء بحيث تبقى انت مطمن شوية ان العميل ده مش هيجي في وقت يقولك ايه لا خلاص غيرت رأيي، او مش عاجبني لا مش هدفع، او اي حاجة زي كده. في ناس بتقترح 50% من قيمة المشروع، لو المشروع كبير ممكن تخليها 20-25%، وتقسم باقي خطوات المشروع الى مايلستونز، كل ما واحدة فيهم تخلصها تاخد ابروفل بتاع العميل وتطلب منه ان هو يريليز المايلستون بحيث تاخد الفلوس بتاعته، وبعدين تبتدي تشتغل في الخطوة اللي بعديها. اتمنى يعني المشاكل او التريكات دي تبقى واضحة في دماغنا واحنا بنبتدي، علشان محدش يقع فريسة او يضحك عليه من حد بيحاول ينصب عليه، وعلشان كمان يبقى الشغل بتاعك ماشي بشكل سموث، مفهوش مشاكل، مفهوش مطبات جامدة، وتتجنب اي مشاكل ممكن تقع فيها.
لو حد وقع في حاجه من الحاجات دي يا ريت يقول لنا التجربه كان شكلها ايه وايه اللي حصل واكتشف ازاي. ولو حد حصلت معاه حاجه تاني غير النقط اللي انا اتكلمت عنها يا ريت برضو يكلمنا عنها، لان طبعا كلنا نقدر نستفيد من التجارب، لان مش كل واحد فينا بيبقى مر بكل المشاكل. اتمنى تلاقوا الحلقه دي مفيده، وما تنساش ترجع تسمع باقي الحلقات، هتلاقي فيها موضوعات كتير مفيده ليك. اتمنى لكم كل التوفيق مع الفريلانسنج، واشوفكم في حلقه جديده من اسرار فريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.